السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في شرح طريقة التسجيل في تطبيق أوبر السهلة والمبسطة جدا من دون ذهابك إلى المكتب ومن دون أخذ دورة مجانا. أهم الشروط أن تكون سعودي أو ابن مواطنة، العمر من 20 سنة وأعلى، موديل السيارة من 2015 وأعلى، كل البطايق تكون مجددة وسارية المفعول. الشرط الخامس والسادس راح أشرحه لكم بعدين إن شاء الله. طبعا نجي على صفحة التسجيل هذه، وضروري تدخل من هذه الصفحة بالتحديد عشان إذا تفعل بعدين أبلغك ويظهر عندي في النظام إنه تفعل. رابط الصفحة هذه راح تجدونه في أول تعليق وفي خانة الوصف حقت الفيديو. أول خطوة تدخل بريدك الإلكتروني إذا كان عندك بريد، أو إذا ما عندك عادي تحط أي إيميل، بس أهم شيء إنك تحفظ الإيميل عشان راح يكون هو اسم المستخدم بعدين إن شاء الله. خلاص حطينا الإيميل، نضغط على التالي، ندخل الاسم الأول كمثال عبد الله، الاسم الأخير اللي هو اللقب الغامدي، رقم الجوال، تنشئ كلمة المرور. طبعا يفضل انها تكون لازم تحفظ الايميل وكلمة المرور لانك بعدين راح تسجل دخول فيها باذن الله. المدينة، اختار المدينة اللي انت فيها او حط الرياض، يعني عادي ما تفرق لانه شغال في كل المدن. بعد ذلك نضغط على التالي. بعد ما تضغط على التالي راح تجي معك هذه الصفحة اللي تبغى تسجل فيها. طبعا انت مواطن سعودي، تضغط على هذه أول وحدة، بعدين تضغط على متابعة. طبعا الصور تكون جاهزة عندك في الاستوديو أو تصور كل خطوة بخطوتها، لكن أهم شيء يكون عندك البطايق تكون واضحة وما يكون فيها عاكس فلاش أو شيء، تكون جميع البيانات في البطايق واضحة عشان يتم التفعيل بشكل سريع. طيب أول خطوة نضغط على الاتفاقيات القانونية. هنا بيجيك موافقة قانونية، اضغط أوافق وأقر، بعدين أوافق وأواصل. انتقل للخطوة التالية. هنا أول حاجة تحطها صورة رخصة القيادة. طبعا أنا عندي أمثلة من الصور كمثال، هذه الرخصة تكون واضحة، أهم شيء سارية المفعول. بعدين أضغط على انتقال الخطوة التالية. طيب التأمين زي ما ذكرنا أول، إذا كان السيارة باسم بنك ما يحتاج صورة من التأمين، ارفق صورة التأمين صورة الاستمارة فقط تكفي عن التأمين إذا كانت باسم بنك أو شركة. أما السيارة إذا كانت باسمك فضروري صورة من التأمين. إذا مو متوفر عندك بطاقة أو صورة تصور التأمين كامل من أبشر. طبعا أنا عندي صورة من التأمين. بعد ذلك نضغط على انتقال إلى الخطوة التالية. الآن بيطلب منك صورة من الاستمارة. السيارة إذا باسمك أو اسمك مستخدم في الاستمارة ما يحتاج تفويض. أما إذا كان السيارة ما هي باسمك أو أنت مفوض أو اسمك كسائق إضافي، تصور الاستمارة والتفويض بصورة واحدة، تحط التفويض تحت والاستمارة فوق في مكان ما يغطي على معلومات مهمة، وتكون المعلومات كلها واضحة وترفقها. أما إذا السيارة باسمك أو اسمك مستخدم في الاستمارة ما يحتاج، فقط ارفق الاستمارة. للتذكير والإعادة، السيارة إذا باسمك ما يحتاج تفويض، إذا عندك تفويض واسمك ما هو مستخدم تصور الاستمارة والتفويض بصورة واحدة وترفقها في خانة الاستمارة. بعدين تضغط على الانتقال. الآن يطلب منك صورة من الهوية. طبعا زي ما قلت لكم تكون الصورة في الاستوديو أو تصورها عادي في خانة التقاط صورة. انتقال الخطوة التالية اللي هي آخر خطوة، الصورة. ضروري أن يكون وجهك بالكامل واضح وبدون نظارات شمسية، عادي إذا بشماغ أو بدون. طبعا يعني في كل خانة مكتوب التوضيح حقها، لو تقرونها راح تفهمون كل شيء إن شاء الله. سهل بإذن الله، تسجيل جدا سهل. كمثال هذه الصورة، هذه بتكون آخر خطوة. بعد كذا الخطوة التالية إنك تحمل التطبيق أوبر درايفر. بعدها تسجل دخول بالإيميل والرقم السري اللي أنت حطيته في الموقع قبل شوي. وتبدأ خلال 4 إلى 5 ساعات تلقى حسابك تفعل وتبدأ. طبعا رقمي راح يكون موجود برضو في الوصف وفي أول تعليق. إذا واجهت أي مشكلة تواصل معي وأنا راح أساعدك بإذن الله. التسجيل جدا سهل، خطواته جدا سهلة، بس زي ما قلت لكم لازم تكون البطايق واضحة وتكون سارية المفعول. وبالتوفيق إن شاء الله.